مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من وصال، وكل سنه وكل ثوره مصريه بخير ان شاء الله. بكره هيبقى اول طبعا يعني اجتماع لمجلس الشعب المنتخب من قبل الشعب المصري، ويعني طبعا هيبقى يوم تاريخي انتخاب طبعا رئيس هذا المجلس والوكيلين، وان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء نحتفل معا وثوره 25 يناير يعني سنه اولى ثوره، وإن شاء الله يبقى كل الأمور تمام ونعدي كده إلى بر الأمان. ومعانا إن شاء الله يوم الأربع القادم حلقة استثنائية عشان نكمل اللي بدأناه في الحلقة الماضية، والخاص بالتبرعات الخاصة للمصريين، $100 فقط لإنقاذ الشعب المصري، وكمان عشان نحتفل بالثورة مع الجاليات المصرية. وده يمكن يعني هم سبقونا ليه، يعني كان ليهم احتفالات متعدده هنتكلم فيها مع ضيفنا النهارده اللي مشرفنا في الاستوديو السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجيه لشؤون المصريين في الخارج والهجره. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. وشكرا ان حضرتك النهارده يوم طويل كله اجتماعات، وكان يوم مرهق جدا فعلا، ولكن يعني حرصت ان انت تكون متواجد معانا. الاول الحقيقه خليني اهني الشعب المصري زي ما انت قلتي، انت سبقتيني باول جلسه لأول برلمان منتخب. إن شاء الله ربنا يوفقهم ويقدروا يرجعوا لنا تاني الأمل اللي كلنا بنتمناه لمصر. كل العيون بكرة هتبقى على مجلس الشعب وأول جلسة انعقاد. أكيد إن شاء الله. فإن شاء الله يعني تمر كل الأمور على خير بإذن الله. بإذن الله. سيادة السفير، احنا النهارده هنتكلم على يعني أشياء عدة، ولكن هنبدأها باحتفالات السفارات بثورة 25 يناير، وفي يعني كان توجيه رسمي من وزير الخارجية لكل السفراء وأيضا القنصليات، السفارات والقنصليات بالاحتفال بهذا اليوم. شكل الاحتفال والله هو شكل الاحتفال أولا هو بيبقى احتفال، وزي ما حضرتك قلتي هو السيد الوزير وجه بأنه يحصل زي حفل استقبال باعتبار ان ده يوم عيد. شكل الاستقبال بيختلف من دوله الى اخرى. يعني في بعض الدول بتعمل يعني ريسبشن رسمي هنستقبل فيه كل المهنيين من الدول الاخرى، ومصريين ومهنيين وما خلافه، عيد قومي يعني عيد وكلنا بنعتبره ده بالنسبه للسفارات. لكن بالنسبه للقنصليات اعتقد متعامله مع المصريين هيبقى الامر مختلف. لا، هو عادة اللي بيعمل لو بلد فيها سفارة هي السفارة اللي بتعمل، يعني لو في قنصلية وسفارة هو السفير المسؤول انه يعمل الكلام ده. لو بلد ما فيهاش غير قنصلية القنصل العام هو اللي بيقوم بالكلام ده. فيعني لو قلنا مثلا في باريس في سفارة وقنصلية يبقى هو السفير بيقوم بالدور بتاع الحفلة كلها. طب والمكاتب العسكرية والملحقين العسكريين؟ لا، ما الحقيقه ما اعتقدش، لان هو برضه هو السفير اللي بيبقى بيرأس البعثه، هو الممثل الرسمي، هو اللي بينسق، يعني هو اللي بينسق وهو اللي بيقوم بالعمليه دي. يعني في سمعنا في واشنطن هيبقى في تنسيق ما بين الملحق العسكري والسفير. هو في تنسيق عموما ما بين كل الممثلين مع بعض يعني، انما بتبقى عاده رئيس البعثه هو المسؤول عن اقامه هذا اليوم. الملحقيات العسكريه عاده بتقوم باحتفال 6 اكتوبر. ده حقيقي، بس هم يعني عشان كده انا سالت بالنسبه ل 25 يناير، قلت برضو يعني هذا التنسيق في واشنطن ليه معنى كبير. يعني هو حضرتك احنا بننسق المفروض في كل حاجه مع كل الناس، يعني الشغل اما بيبقى كله تنسيق مع بعضه بيطلع شكله احلى. فانا اعتقد انه هيبقى في تنسيق جميل، وان شاء الله يوم تسعد بيه الجاليات بره باذن الله. ان شاء الله. ويمكن من ضمن الفعاليات اللي هتشهدها المملكه العربيه السعوديه هي فعاليات طبعا الاحتفال باليوبيل الفضي للمكتب الثقافي، وده من خلال حفلات يعني سمر هتبقى يعني ابتدت بالفعل في الرياض وهتتجه ايضا الى جده، فده برضو على هامش الاحتفالات. سياده السفير، نتكلم على الانتخابات، وخلاص الانتخابات خلصت. انتخابات هتبتدي؟ لا، انتخابات مجلس الشعب هنبتدي على الشورى ان شاء الله. مجلس الشعب الحمد لله خلصت وخلصت على خير. وزي ما انا قلت قبل كده، مش عاوز اعيد الكلام، انه ده كان يعتبر نصر وحق للمصري. اسمح لي بس اقول بعض التجاوزات وحضرتك ترد عليها. انا عارفه طبعا ان ده كان يعني انتصار كبير جدا للخارجيه المصريه وللمصريين في الخارج، ووسام احنا بنعتز بيه ان احنا كنا بننادي بيه من خلال برنامجنا. لكن كان في بعض الفيديوهات اللي شفناها على اليوتيوب لعمليه تصويت جماعيه، يعني وكيل بيلم بعض الاستمارات من اشخاص وبعدين بيتجه اليها، ودي كانت مساله بتشير الى يعني ان الموضوع ممكن يكون في بعض ممكن التجاوزات، او يعني ممكن جدا في تزوير يعني. والله احنا قلنا
قلنا ما حدش يدي الظرف بتاعه لحد، اللي ادى الظرف بتاعه لحد الوكيل يبقى بيثق فيه. انا بتبتدي عملي من لما يوصلني الظرف، وصلني بالبريد، وصلني عن طريق الشخص وثق فيكي واداهولك جبتهولي، انا بتبتدي عندي من لما بيوصل الظرف. لان انا اما بفتح الظرف في الاول بلاقي الاقرار وصوره الاقامه، وبلاقي اسم الشخص موجود في جدول الناخبين، بعلم عليه انه الراجل ده جه وموجود عندي في قاعده الناخبين، وباخد الظرف الصغير اللي احنا قلنا عليه وبحطه في الصندوق ما بفتحوش. طيب مش ممكن السفارات والقنصليات ما تستقبلش الوكلاء دولت اللي هم جايين بعدد كبير جدا من الاظرف؟ يبقى لازم الشخص نفسه هو اللي يلتزم، سواء عن طريق البريد او عن طريق التوجه الشخصي. والله احنا ممكن نعملها، بس هتلاقي هنا في الحاله دي في مشاكل بالنسبه مثلا لمجموعه في الدمام، كذا واحد كلهم عشان ينزلوا، انت عارفه طبعا الظروف الاقتصاديه الى ما خلافه انه ينزل. طب ما هو اللي بيبعته بالبريد زي اللي بيبعته مع واحد يعني، طب ما تبعته بالبريد مثلا. انما انا مسؤوليتي من اول ما الظرف يوصلني السفاره. هو اذا كنت انا بثق فيكي مثلا، والله يا عبير خدي الظرف ده وصله لي معاك السفاره، يبقى انا وثقت فيكي، ده موضوع تاني. ده لو موضوع صداقه وشخص واثنين وثلاثه، لكن احنا بنتكلم على مئات الاظرف. ما هو مش المفروض انه يعمل كده الا اذا كان بيثق في الجهه اللي هتوصله، وانا بتعامل مع الظرف من ساعه وصوله لي. وان شاء الله انا بقول لسه الانتخابات هتبتدي، لسه قدامنا شهور ان شاء الله. وقدامنا رئاسيه باذن الله، وان شاء الله يبقى نعرف الجديد بقى بالنسبه للشورى. المفروض ان احنا هنعمل اجتماع ان شاء الله مع اللجنه القضائيه العليا، وهم هيقولوا لنا ايه اللي المفروض نعمله وننفذه، وان شاء الله زي ما نفذنا انتخابات مجلس الشعب بدقه وبحرفيه ان شاء الله. كان ملاحظ ان في مجلس يعني الشعب او انتخابات مجلس الشعب الخاصه بالمصريين المغتربين في الخارج كل مره يعني او كل مرحله كان بنتفادى فيها اخطاء المرحله اللي قبليها، وده كان رائع جدا. هل هنتفادى بقى الاخطاء كلها اللي وقعنا فيها في مجلس الشعب في الشورى؟ ما هو ما فيش اخطاء. لا يا فندم، ما فيش حد ما بيعملوش اخطاء. بس استني بس، لا استني بس ما كانش في اخطاء مقصوده. الاخطاء اللي كانت موجوده، الاخطاء اللي كانت موجوده كانت في ضيق الوقت وفي التحميل الزائد على الصفحه بتاعه اللجنه العليا للانتخابات، ودول حاجتين بساط جدا. الصفحه بتاعت اللجنه العليا للانتخابات اذا زادت الطاقه بتاعتها والقوه بتاعتها مش هيبقى في مشكله. كانت المشكله بتحاولي تقعدي تطلعي بطاقه التصويت بتاعتك مره ما تقدريش تحاولي مره ثانيه ثالثه، دي عمليه طبعا فنيه وهم قادرين، انا واثق انها تتحل. الاخوه اللي صمموا الصفحه. العمليه الثانيه في الوقت، يمكن اتزنقنا في الوقت لان احنا ابتدينا بعد القانون على طول ما صدر. المره دي ما اعتقدش لان القانون صدر خلاص، فما فيش مشكله انه تنزل استمارات التصويت وقوائم الناخبين والكلام ده كله، ان ينزل قبلها بفتره كافيه تسمح للناس انها تصوت ببساطه. اعتقد ان الرئاسيه هتبقى اسهل لان مش هتبقى دواير ولا قوائم ولا ناس من هنا وناس من هنا، ده هيبقى عدد معين من المرشحين المحتملين والناخب هيختار واحد منهم. فانا اعتقد ان هو ما كانتش اخطاء قد ما كانت هي فيها نوع من العجله شويه، اضطرينا نضغط نفسنا شويه عشان بس نحقق الهدف ونطبق القانون. طيب احنا معانا سياده السفير فريد منيب سفيرنا في ايطاليا، بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا كل سنه وحضرتك طيب وكل ثوره وانت طيب. وانت بالف صحه وان شاء الله باذن الله يعني سنه اولى ثوره كده تمر بخير وسلام. احتفالات السفاره ان شاء الله في شيء مميز ليها نذكره او تحب حضرتك تشير اليه من خلال برنامجنا؟ هو الاحتفالات السنه دي احنا طبعا التركيز الاساسي على الجاليه المصريه، كلنا بنحتفل سوا بهذه الذكرى، وفي نفس الوقت ندعو برضو بعض من رموز السياسه الايطاليه سواء في رئاسه الجمهوريه او مجلس الوزراء او وزاره الخارجيه او بعض المسؤولين عشان تكون احتفاليه متكامله ان شاء الله. ان شاء الله. طب سياده السفير احمد راغب، تحب حضرتك يعني زي ما نقول نعمل كده حوار مفتوح ما بين حضرتك وما بين سياده السفير فريد بخصوص ما يتعلق بمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشورى القادمه، يبتدوا يستعدوا هناك في ايطاليا؟ لا مساء الخير يا سعاده السفير. مساء النور يا احمد بيه، احنا في تواصل دائم. بس يعني التواصل على الهواء بيبقى مختلف يا فندم، التواصل على الهواء بيبقى دوكيومنتد. واقول لحضرتك يومي، لان احنا مهمتنا هنا ان احنا ننقل كل الرغبات وكل ملاحظات المصريين مش بس في ايطاليا، في كل الدول، والديوان العام للوزاره وسياده المساعد بيتولوا التنسيق.
هو سعاد سفير لسه مكلمني على موضوع احب اقول له برضه عليه، ان احنا بنحاول نعادل الرخص المصريه ده طلب، كان طلب كتير الايطاليه، وهو عمل أيوة. مجهود يذكر عليه هناك، وكلمني اظن كان يوم الجمعه وانا كنت في اجازه او يوم السبت، انما تواصلنا تليفونيا، والنهارده في تواصل مع الداخليه ان شاء الله عشان نقدر نحقق الموضوع ده باذن الله. عدد الطالبين لتسويه الرخص ومعادلتها قد ايه تقريبا يا فندم من المصريين في ايطاليا؟ هو اقول لحضرتك هو مطلب عام، يعني هو مطلب عام لمعظم المصريين اللي موجودين لسبب بسيط قوي، هو مش بس عشان خاطر تيسر حياتهم هنا، انما هي وسيله جديده للرزق. يعني معظم المصريين بيشتغلوا في مهن ما فيهاش المهن المتعلقه بالقياده، ودي من انت عارفه حضرتك المصريين عندهم جلد وممكن يشتغلوا في هذه المهنه، سواء بالنسبه للنقل الثقيل او بالنسبه للتاكسيات، ودي هتبقى يعني باب رزق جديد. فعشان كده ده مطلب ليهم من فتره، وبنسعى جاهدين ان شاء الله ان احنا نعادل هذه الرخص، وهتفتح باب خير على المصريين اللي هنا ان شاء الله. طيب كان في ايضا مطلب من ايطاليا برضه بيتكرر، وهو التحويلات الماليه، وان يكون في يعني افرع للبنوك المصريه او حتى ممثلين للبنوك المصريه في ايطاليا. مظبوط حضرتك، احنا بالموضوع دوت بنشتغل فيه على مستويين، مستوى الرسمي عن طريق البنوك الرسميه، وفعلا في من احد البنوك في وفد جاي خلال هذا الشهر ان شاء الله علشان خاطر يتفاوض ان هو يفتح فرع في ميلانو في الشمال، وهي المنطقه اللي بيتجمع فيها معظم المصريين. كمان في اتفاقيه ثانيه بنشتغل فيها حاليا مع البريد المصري، البريد المصري والبريد الايطالي، دي كانت اتفاقيه يعني سابقه قبل الثوره، احنا كنا اعلنا عنها. مظبوط، بس هي لسه لم تفعل حتى هذه اللحظه. احنا عايزين لو قدرنا نفعلها في القريب العاجل، لان دي نسبه التحويل فيها هتكون يعني بسيطه مقارنه بالبنوك. لا، وهتبقى مفيده قوي حتى للبريد المصري اعتقد في الاونه الاخيره، يعني محتاج دفعه قوية. فانا بشكر حضرتك جدا، وكل سنه وحضرتك طيب. هل مزيد من الاخبار حضرتك تحب تقولها للجاليه المصريه في ايطاليا بشكل عام؟ احنا عايزين احنا وجهنا لحضرتك الدعوه تشرفينا في ايطاليا وتلتقي مع الجاليه المصريه هنا، ونناقش على الواقع كل المسائل، لان احنا بنعتبر برنامجك جزء من شغلنا حقيقي. الله يخليك يا فندم. السفير محمد راغب معانا بقى هو اللي يحل لنا الموضوع ده. شكرا. اهلا وسهلا. سفير احمد راغب، يعني في ايديك انت كل الدعوات الخاصه بوصال، واحنا دايما بنقول ان احنا الدعوات اللي بتجيلنا بنحولها اولا طبعا لوزير الاعلام وبالتنسيق مع وزاره الخارجيه، عشان نبقى زي ما بنقول في رعايه الحكومه المصريه ان شاء الله. عشان بس ايه انا برضو يعني عاوز اضيف لك يعني عاوز اضيف لك خبر النهارده برضو الحقيقه، برضو كان في خلال عطله الاسبوع كلمني سيد اللواء محمد نجيب، وهو بيرأس دلوقتي مصلحه الاحوال المدنيه، وكان النظام اللي احنا متفقين عليه فيما قبل انه الدوله اللي يكتمل فيها عدد 1000 واحد بيطالبوا برقم قومي يروح لها وفد من مصلحه الاحوال المدنيه. الحقيقه احنا عشان نسهل اكتر، وشكرا لسعاده اللواء محمد نجيب، يعني قلنا لو 500 هيسافروا، لو 500 واحد بس طالب ان هو لو ان انا عارفه ان نقل المعدات بيتكلف كتير قوي، نزلوها للنص. وقلنا نجمع كذا دوله مع بعض ويطلعوا في خط واحد، بس يعني مش عاوزين نستنى 1000، حتى لو 500 واحد مقدمين طلبات هيطلع لهم. اعتقد ان في، يعني انا عارفه ان في طلبات من كل الدول، خاصه طبعا ان في كتير قوي عايزين يعملوا رقم قومي عشان الانتخابات الرئاسيه. فيعني اعتقد ان ده مطلب هيبقى قوي قوي يعني. عشان كده احنا خفضناه، قلنا حتى مش شرط انهم يكملوا 1000، والحقيقه دي كانت مبادره. طب يعني بدايتها هتبقى فين الجولات دي، او يعني الرقم القومي هيبتدي منين؟ انا ببعت كل يوم اللي بيجي لي من البعثات بره يقول لي انا عندي العدد الفلاني، ببعت لمصلحه الاحوال المدنيه، هم بيقعدوا ويحاولوا يعملوا خط يكون قريب لبعضه عشان التكلفه زي ما حضرتك قلتي. هيبتدوا بخطوط. انا اعتقد ان عندنا الولايات المتحده في ضغط جامد قوي من الولايات المتحده باماكنها المختلفه، لوس انجلوس وشيكاغو والحتت دي. انا التجمعات المصريه ده اخر جواب بعتناه النهارده يعني. انما هم عاملين خطه مكثفه جدا،
وحكايه تخفيض الاعداد دي مهمه جدا، هتخلي الناس تسمح لها بسرعه انها تطلع بطاقات الرقم القومي بتاعها ان شاء الله. رائع جدا. وكان لينا احنا السبق ان احنا رحنا معاهم طبعا استراليا ونيوزيلندا، وكان فعلا بنشوف قد ايه اللجنه القائمه على استخراج الرقم القومي مع القنصليه او السفاره يعني بتعمل شغل احنا كنا منبهرين بيه جدا، لان شغل على مدى 24 ساعه من غير نوم، من يعني كان شغل مرهق جدا وانجاز كان بيبقى رائع جدا. نستمر فيه يا ريت، ويا ريت الاعداد كلها تزيد وكل واحد بره يبقى معاه رقم قومي، ده بالنسبه لنا مفيد. ذكرا عن الرقم القومي، الرقم القومي موجود في الباسبور الجديد. تمام. حتى لو الشخص نفسه معهوش الرقم القومي فهو معاه ما يثبت شخصيته المصريه من خلال الباسبور الجديد. لماذا لا يستخدم الباسبور الجديد في التصويت بما ان الرقم موجود؟ انا عاوز بقى ده يكون اول مطلب حضرتك تقوليه للجنه القضائيه العليا للانتخابات. اديني قلته. انا سبق وقلنا كذا مره ان احنا بننفذ آلية التصويت اللي بتوصل لنا من اللجنه القضائيه العليا للانتخابات. بتوصل لنا آلية تنفيذ انتخابات 1 2 3 4 5. احنا بننفذ هذا الكلام بحذافيره. لو جه قال لي بكره الصبح اعتمد جواز السفر كوثيقه للتصويت هعتمده. احنا عموما في كل حاجه. بس انتوا ليكوا نقاشات يعني انقل لنا وجهه نظرهم. ايه ليه لا؟ بصي حضرتك، احنا بننقل وجهه نظرنا في حاجات كتيره جدا، وبنقعد نتكلم في حاجات كتيره جدا. احنا بننقل وجهه نظر الناس كمان والجاليات اللي بره، انما القرارات النهائيه في كل حاجه بتبقى للاجهزه المعنيه. لو انا بتكلم على التجنيد بيبقى لوزاره الدفاع، لو بتكلم انتخابات بتبقى اللجنه القضائيه العليا للانتخابات، لو بتكلم عن الزواج بيبقى لوزاره العدل مثلا او التوثيق. يعني كل القرار النهائي بيبقى للجهات دي، بتجيلي في كتيب وانا بنفذ. انا راجل منفذ. الخارجيه بتنفذ ما يقره اجهزه الحكومه في الدوله عشان تبقى واضحه للجميع. يعني رد دبلوماسي بس انا برضو بطالب بيه. يعني انا قلتها واوريدي على الله. بس معانا اتصال من السفير احمد عادل، من طبعا سفيرنا في مصر في اليونان. طارق عادل انا اسفه بس هم بلغوني. سفيرنا طارق عادل بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بداية احنا كنا ذكرنا في الحلقة السابقة في استضافتنا لسفير احمد راغب ان هناك ممتلكات مصرية على الاراضي اليونانية، واحنا عاوزين نعرف ايه اللي تم في هذه القضية. سيادة السفير. الو. ايوه حضرتك سامعني؟ انا سامع. طيب احنا كنا لينا حلقات سابقه من وصال كنا ذكرنا ان هناك او يعني ارض مملوكه للحكومه المصريه على الاراضي اليونانيه، كانت ارض موقوفه وقف من ايام محمد علي. مظبوط. وكان في قضيه بهذا الشأن، ايه اللي تم في هذه القضيه يا فندم؟ هو فعلا زي ما حضرتك ذكرتي في أراضي مصرية مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية في اليونان، ودي تحديدا في شمال اليونان في مدينة قولة وجزيرة تاسوس. هذه الأراضي مملوكة لهيئة الأوقاف كما ذكرت، وهي مش قضية بمعنى القضية، هي أراضي مملوكة لهيئة الأوقاف. ومنذ فترة طويلة الحقيقة حصل بعض التعديات على هذه الأراضي من جانب أشخاص يونانيين. تعديات احنا بقالنا فترة الحقيقة بنحاول ان احنا نوقف هذه التعديات، ونجحنا في ان احنا نوقف جزء كبير منها وأزلنا هذه التعديات. واحنا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية اليونانية تمكنا من ان احنا ازاله جزء كبير من هذه التعديات، وفي سبيلنا لازاله كافه هذه التعديات وتحديد هذه الاراضي بشكل كامل. نعم، لان المبلغ كبير، يعني القيمه اللي بتساويها هذه الاراضي كبيره جدا وممكن تدعم الاقتصاد المصري في الوقت ده اللي احنا فيه. بالتاكيد، يعني هي اراضي مملوكه لهيئه الاوقاف المصريه وهي موجوده، يعني ما حدش بيعارض او بيخالف المقوله بان هذه اراضي مصريه. يعني حتى الجانب اليوناني ذاته لا يعارض هذا التوجه. سيادة السفير، يعني احنا هنتابع مزيد. اتفضل حضرتك، انا اسفه انا قطعت كلامك، اتفضل.
لا، وبالتالي هو الامر متروك للجانب المصري وهيئه الاوقاف المصريه في تحديد الطبيعه الخاصه بهذه الاراضي والسبيل الامثل لاستثمار هذه الاراضي. يعني احنا حرين في التصرف فيها، يعني سواء بالطبع. هيئه الاوقاف حبت تبيعها او تفضل تستغلها او تستثمرها، ده متاح. بالطبع، وهو قائم بالفعل. يعني هيئه الاوقاف المصريه لديها استثمارات في هذه الاراضي، وبالفعل هذه جزء كبير من هذه الاراضي مستاجره بشكل استثماري لصالح هيئه الاوقاف المصريه. طيب سياده السفير، احنا طبعا في ضيافتنا السفير احمد راغب، ويعني حضرتك عندك 40,000 مواطن مصري موجودين في اليونان تقريبا، عددهم 40,000 صح؟ يعني هو ده الرقم التقريبي، يعني احنا ما عندناش طبعا رقم محدد لان مش كل المصريين مسجلين في السفاره. طيب يعني اخر مكالمه ما بينك وما بين السفير احمد راغب فيما يتعلق بشان المصريين في الخارج كانت بتتعلق بانتخابات الشورى ولا كان في امر اخر؟ لا، هي كانت بتتعلق بانتخابات مجلس الشعب. الحقيقه كانت خاصه بانتخابات مجلس الشعب، واحنا عندنا عدد كبير من المصريين سجلوا نفسهم في انتخابات مجلس الشعب وادلوا بالفعل باصواتهم في انتخابات مجلس الشعب. طب المطلب بقى اللي هم بيطالبوا بيه الان لانتخابات الشورى والرئاسه؟ طبعا احنا في انتظار تعليمات محدده من تعليمات القاهره في هذا الخصوص، ولكن معلوماتنا على الاقل لغايه هذه اللحظه هو ان الارقام او المصريين المسجلين لانتخابات مجلس الشعب هي ذاتها الارقام التي سيكون لها الحق لا اعتقد الرئاسه هيفتحوا التسجيل. الرئاسه هتختلف يعني سياده السفير. لا، الرئاسه ده موضوع ثاني. انا حضرتك سالتيني على انتخابات مجلس الشورى. طب يعني سياده السفير بعد اذن حضرتك، يعني الاحتفالات الخاصه ب 25 يناير هتحتفلوا بيها ازاي في السفاره؟ احنا عاملين حقيقه حفل استقبال بمناسبه مرور عام على ثوره 25 يناير، وهتبقى يوم 25 يناير، ومدعو لها اعضاء الجاليه المصريه وعدد كبير من المسؤولين اليونانيين واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في اليونان. شكرا لحضرتك جدا لتواصلك معانا، وهيبقى في مزيد من التواصل دائما مع وصال. شكرا يا فندم. سياده السفير، من الاشياء اللي يعني في الاونه الاخيره كان في تصريح مكتوب على اليوم السابع، وبرضه حضرتك صححوا لي لو كان خطا، ان هناك في دوله الامارات يتم الان من خلال الملحق العسكري تجميع اسامي المتخلفين عن التجنيد بحيث ان هم يبحثوا في امورهم، والناس هناك، وده كان تعليق بقى بيقف لغايه هنا، ان هم بيجمعوا الاعداد اللي هي المفروض ان هي تبحث مشاكلها خاصه بالتجنيد، لكن الناس بعد كده توقعوا وطالبوا ان الناس المتخلفه عن التجنيد في الخارج تدفع غرامات، تبقى هذه الغرامات مفيده للاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت هو يقدر كمان ان هو يكمل اوراقه بحيث ان هو يخرج ويرجع لمصر يعني بطريقه شرعيه. ايه راي حضرتك في الخبر اولا وبعد كده في الاقتراح؟ الخبر انا ما اعرفوش، انا يعني مش متواصل قوي مع اليوم السابع الحقيقه، انما الخبر او عمليه التجنيد. عمليه التجنيد ببساطه شديده، الموجود في الخارج وتم سن 30 سنه ولم يصفي اوضاعه بتخرج لجنه من وزاره الدفاع برضو زي ما بنعمل مع الاحوال المدنيه، بتبحث جميع هذه الحالات وبتدفع الغرامات فعلا وبتسوى الموضوع. ده الكلام ده مش جديد، ده الكلام ده بقاله سنين. ايوه بس الغرامه قليله جدا. احنا عاوزه تزوديها بقى، نزود الغرامه بس كمان يستفيد منها شريحه اكبر دون ال 30. لا، حكايه بقى دون ال 30 او اكثر من 30، او انا اللي اعرفه ان هي 30. اذا انت حضرتك عاوزه تنزليها اقل من 30 سيسال في هذا برضه وزاره الدفاع حسب امكانياتهم واحتياجاتهم. هل محتاجين لغايه سن ال 30 اقل؟ ده برضه موضوع ينظر فيه. طبعا لان هو واجب وطني محدش يقدر يتكلم، بس انا بتكلم اللي هو يعني بنبحث الان كل سبل دعم الاقتصاد، فلو كان هما كده ما بيجوش مصر وكده بيفضلوا بعيد عن بلدهم وهربانين من التجنيد، فاحنا
عشان نستفيد وهم يستفيدوا. فممكن تبقى هي دي نوع من المفاوضات. دي وجهة نظرك؟ يعني مش وجهة نظر، دي وجهة نظر الشباب نفسه اللي بيطالب بيه ومستعد ان هو يدفع يعني غرامات كبيرة تعود بالدخل على المالية المصرية. زي ما قلت لحضرتك دي يعني يقررها وزارة الدفاع على حسب احتياجاتها. انما ما يحدث حاليا ان هو بعد التأتيم فعلا بتروح برضه لجان وبتخلص المشاكل دي مقابل الغرامات. اذا كان في وجهة بصي هقول لحضرتك على حاجة، هو جميع وجهات النظر وجميع الآراء مفتوحة النهارده للنقاش وللحديث مع جهات مختلفة. احنا ما بنقعدش لوحدنا دلوقتي. انا يمكن ذكرتي قبل ما نطلع على الهواء موضوع اللجنة الوطنية. اللجنة الوطنية دي كانت بقرار من السيد الوزير الخارجية انه بدل ما نقعد احنا كإدارة قنصلية او قطاع قنصلي بيضم الهجرة واللاجئين والى ما خلافه نفكر لوحدنا، طب ليه احنا ما نعملش لجنة ممثلة من مختلف الوزارات على حسب أجندة العمل، ونلتقي مرة في الشهر أو أكثر على حسب الموقف، ونتكلم في كل حاجة ونناقش كل حاجة عشان نسمع وجهات النظر كلها، بدل ما أنا أقعد أكتب وأقول أنا وفعلا دي بتحصل. والنهارده كان الاجتماع الخامس يمكن للجنة دي، فالمشاركة العامة من كل الجهات والخروج بتوصية للجهة صاحبة القرار بيبقى مفيد جدا. طيب احنا يعني عندنا بعض الاشياء المحدده يعني من قبل المصريين في الخارج اللي تواصلوا مع البرنامج، في مشكله عمر سليمان الطالب بنيروبي بكينيا، عمر سلمان انا اسفه، ايه اللي تم فيها يا فندم؟ هو عمر الحقيقه كان في دوره او بيدرس، هو الحقيقه طالب في كليه الطب سنه رابعه، واما طلع ركب الطياره حصل له يعني توتر عصبي، والسلطات الكينيه رفضت ان تسفره ونزلته. فعلى الفور احنا اتصلنا بالسفاره هناك لان والده اتصل بينا، وراحت السفاره خدته وودوه مستشفى خاصه واقام فيها يوم، ولغايه ما هدي شويه واخد شويه علاج. وتاني يوم نزل مندوب من السفاره وصله لغايه والده في مصر ورجع. ولم نطلب من الوالد في ذلك الوقت اي مصاريف، علما ان هو ابدى استعداده انه طبعا يدفع هذه المصاريف لان ما فيش ميزانيات لان ارافق واحد ويرجعه الى ما خلافه. انما طبعا احنا قلنا له بس يعني اطمن على ابنك واقعد معاه وابقى تعالى لنا كده في بعد ما تطمن عليه نبقى نشوف المصاريف كام والحاجات دي. يعني دي طيب من اهم المشاكل اللي دايما بتجيلنا دايما، مش هقول بقى بالاسم، يعني كم هائل وكبير جدا من السعوديه ومشاكل الكفيل. يعني مش عارفه اقول لحضرتك يعني، والبلاغ الكيدي، الموضوع فعلا بقى مأساوي. يعني اعداد بتتزايد واحنا بقينا زي ما نقول محرجين منهم جدا والله. يعني احنا مش عارفين نقول لهم ايه. محرجين من الناس ولا من الكفيل؟ لا احنا الناس اللي بتقول لنا المشاكل يعني الناس اللي بتبعت المشاكل، لكن الكفيل سعودي وفي يعني وفي طبعا كفيل بيبقى مصري بس يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ما لناش علاقه بالكفيل، احنا لينا علاقه بالمظلوم وليس الظالم. ما هو انت برضه انت دلوقتي اصدرتي قرار وحكمتي بان هناك ظالم ومظلوم. لا احنا خلينا نبص العمليه من موضوع تاني. اولا كل مسافر بيعمل في دوله المملكه العربيه السعوديه يعلم نظام الدوله ويعلم نظام الكفيل تماما. قد يكون اشمعنى انا اسفه مقاطعتك، بس اشمعنى السعوديه اللي عندها مشكله مع الكفيل؟ ما الامارات، كويت، يعني بلدان اخرى تانية بتتعامل بالكفيل. اعتقد البحرين خلاص يعني انتهى، لكن اعتقد قطر الى الان فيها الكفيل. ليه السعوديه؟ ليه السعوديه؟ والله انا هقول لك حاجه. اولا البلاد التانية بتقولي عليها فيه، بس ما هياش بضخامه او بكثره العدد اللي موجود في المملكه العربيه السعوديه. انا عاوز اقول المملكه العربيه السعوديه لان المملكه العربيه السعوديه فيها اكبر عدد مصريين. لا يا فندم، ما هو لا الاخرين ممكن اقول يعني مشاكل فرديه، انت لو خدتيها بنسبه لكن ده واضح ان هي بقت حاله. انت لو خدتيها بنسبه وتناسب هتلاقي انت عندك 1,700,000 واحد في المملكه العربيه السعوديه، عندك ربعهم في قطر. لا واضح ان في حاجه في قانون العمل السعودي محتاجه ان احنا يعني نحاول نغيره. لا مش احنا اللي هنغيره، هيبقى تدخل في شؤون الاخرين، بس بالزبط. نحاول ان احنا نتكلم معاهم فيما يتعلق بيها. شوفي اقول لحضرتك على حاجه، هو يصعب جدا 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 ان انا اتدخل في شؤون دوله اخرى. اللي انا بقوله لا انا بقى كمان كرايح بس دي دوله شقيقه ممكن نتكلم مع بعض. وانا هقول لك الدوله الشقيقه دي عملت ايه، وهقول لك اتكلمنا معاهم في ايه. كان في مشكله يمكن عند كتير من المصريين سواء في مصر او سواء في دول الخليج،
ان السعوديه اصدرت قرار بانه لن تتعامل مع جواز السفر اليدوي. ودي عملت مشكله ناس كتير جدا هنا يعني تدفقوا على مكاتب الجوازات عشان يعملوا الجواز الجديد، لدرجه المكاتب دي كانت تشتغل فوق طاقتها. اللي موجودين في الدول الخليج الثانيه ما كانوش قادرين يسافروا حتى بالبضاعه، اللي بينقل البضاعه، اللي بيسوق تريلا، اللي رايح مرور. لا، احنا اتكلمنا مع السلطات السعوديه في هذا الموضوع، قلنا لهم هذا الموضوع بيشكل لنا مشكله كبيره للمصريين، وانا مش عايز اقول لك انه في ظرف اسبوعين اتخذ القرار بمد العمل بالجواز اليدوي لسنه 2015. ده كان تصريح يمكن لقى ترحيب من المصريين عشان نسمح يعني هناك تجاوب في بعض الامور، وهناك قضايا كثيره جدا، وانا ممكن اجيبها لك يعني على سبيل الحصر في اليوم. بنحل كام مشكله بالطرق الوديه مع الكفله، وما نقدرش نقول ان كل 100% انه الجانب الاخر المضيف هو اللي غلطان. قد يكون خليها 70 و30%، انما هناك اخطاء البشر بيخطئ، حتى لو كان 50 و50، حتى لو كان 50 يعني و50. محتاجين نتكلم نشوف في ايه، يعني نتكلم في نشوف ليه يعني احنا كجاليه هناك عندنا هذه المشكله مع الكفيل. يعني نحط ضوابط حتى من عندنا من هنا، بس ما نسيبش المواضيع يعني في تزايد بالذات في البلاغ الكيدي. يعني والله يا عبير في حاجات ممكن نتكلم فيها، في حاجات ممكن نفتحها. انت بتتكلمي اما بتتكلمي مع سلطات الدوله، وسلطات الدوله انا شايف ان هم في تجاوب، وان شاء الله في لجنه انسوليه هتعقد ما بين البلدين عن قريب، والحاجات دي كلها انت يا فندم، لان ده هيبقى خبر بالنسبه لنا. اللجنه القنصليه ما بين المملكه العربيه السعوديه ومصر ان شاء الله. ان شاء الله هناخد بيها خبر ونعلن عن نتائجها ومباحثات اللي لا قبليها، انا افضل قبليها اطلع اقول لك انا هعمل ايه، رايحين نعمل ايه، وهنتكلم في ايه، عشان لو حد كمان يعني الوفد هينتقل للمملكه غالبا ان شاء الله. بس هتلاقي حضرتك المشاكل كلها على المطار، على باب المطار بقى، فربنا يعينك ان شاء الله. المراكب الخاصه بمصر وهي مراكب الصيد اللي طبعا يعني احنا شايفين يعني في عده دول، يعني كان في اليونان، وايضا كان في يمكن في المملكه العربيه السعوديه، وكان في موقف رائع جدا مع الصيادين المصريين. لكن انا عاوزه اتكلم على اللي في ليبيا. ادي موقف نذكره للمملكه العربيه السعوديه. انا بقول اللي ليا واللي عليا، يعني مفيش بيني وبينهم حاجه يعني. لكن انا بتكلم على ليبيا. دلوقتي في 17 صياد مصري كان المفروض ان هم بيمثلوا امام محاكم الليبيه الخميس الماضي. ايه اللي تم معاهم؟ لسه ما زالت القضيه بتتم، القنصليه بتاعتنا متابعتها هناك. انا الحقيقه يعني برضو من وصال تاني بقول يا جماعه حرام اللي بيحصل، حرام اللي بيحصل. احنا التصريح للصيد تصريح داخل المياه الاقليميه المصريه فقط، صادر كده. ايه اللي يوديني عند ليبيا وتونس ويعرضني للمشكله دي؟ انا قعدت معاهم قالوا لي ان هناك السمك اكتر. طب انت طالع عشان السمك اكتر، بتعرض نفسك لهذا الموضوع، انك تتمسك والمركب بتاعتك تتصادر والقنصليه تتدخل والسفاره تتدخل وتعمل وساطه عشان ترجع، واهلك يبقوا قاعدين قلقانين عليك هنا. طب ما نلتزم بالقانون. ما هو دي نقطه من النقط اللي عايزين نطرحها برضه في وساط. انه النهارده انا كمان لو التزمت بالقوانين بتاع الدول يعني زي ما انا بقول هخف شويه من العمليه. يعني زي ما احنا بنقول نتكلم مع المملكه العربيه السعوديه، احنا برضو محتاجين نتكلم مع المصريين مع يعني هنا بعض الجهات المسؤوله عن طبعا المصايد المصريه. واحنا بنشوف ان بيتم في حظر للصيد في بحيره المنزله، وفي حظر في بحيرات اخرى، فبالتالي هم بيضيق عليهم الخناق، فهم مش بيلاقوا حتى. ودلوقتي بيبقى في تحرشات بيهم، او يعني اعتداءات يعني في البحر المتوسط. يعني مساله برضه هم كمان غلابه عليهم يعني. الخناق. انت شايفه ان بيديك عليهم الخناق في حاجه يطلع ياخد حاجه غيره؟ انا مش عايزين يعملوا مشاكل لنفسهم، لا بس يعني احنا بنتكلم على اساس ان هم برضه يعني هم لازم يوجد حل. يوجد حل ليهم، لان مزارع سمكيه، هيئه الاسماء الملاحه تشوف لهم حل، يتم الاتفاق مع هذه الدول لتكوين اسطول مشترك مصري ليبي مثلا من ضمن الحلول يعني. انما انا ما اكسرش القانون وبعدين ارجع اقول طيب عشان احنا ضيق الوقت، فاسمح لي ان انا هعرض على حضرتك بعض المشاكل اللي جت عبر الايميل، وايضا يعني يمكن البرنامج كان يعني وعدهم بحلها. مشكلة مواطن مصري موجود في أوكرانيا متزوج من أوكرانية، وكانت إدارة الهجرة الأوكرانية اشترطت عليه فتح حساب بنكي باسمه وإيداع رصيد مالي قدره 18,000
جرفنا اللي هي اوكرانيه 2200 اللي هم دولار 2200 دولار تقريبا، حتى يتسنى التصريح له بالاقامه لمده 3 اشهر اخرى وفقا للتاشيره الحاصل عليها من السفاره الاوكرانيه بالقاهره. حيث توصلت السفارة مع قسم سياسة التأشيرات بوزارة الخارجية الأوكرانية على الاكتفاء بمجرد تعهد زوجة المواطن بتحمل مصاريف إقامته في أوكرانيا مع منح المواطن بيانات اتصال للرجوع إليها بإدارة الهجرة في حالة الضرورة. احنا كده محتاجين ان احنا يعني مش عارفة احنا ما بنتعاملش معاهم كده يعني. لا يعني لا دي واحدة. هو دلوقتي الراجل كان عنده إقامة، الإقامة خلصت، اما الاقامه خلصت طلبوا منه فلوس. السفاره دخلت والقنصليه تدخلت قالت لا مش هناخد منه الفلوس. السلطات الاوكرانيه قالت هنلغي موضوع الفلوس ده، وتعهد بس من الزوجه ان هي بتتولى اقامته هنا، واظن ده حل بسيط واتحل فعلا. يعني هي كانت بتدور على هذا الحل كمان، ده احنا حلينا مشكلته انه بدل ما يدفع فلوس كتبت ورقه. احنا ما بنتعاملش كده. هو لا انا عاوزه يعني ما هو المفروض ان هو ياخد الاقامه بالزواج، ده قانونهم. احنا ما بنتعاملش كده، احنا بنتعامل كده. احنا بندي اقامه 3 اشهر للي داخل، لو خلصوا ال3 اشهر لازم يبقى فيه، لو تزوج بمصريه بياخد لازم إقامة. يبقى فيه بيتقدم بقى، وبرضه يبقى فيه تعهد، في اوراق بتتعمل يعني. لا ده انا بعتبر ان ده انجاز يا عبيد. ده انجاز يعني. طبعا والله طبعا. طب يدفع 2200 دولار الراجل ولا لا كويس ان هو ما دفعش، ما هو ده اللي مطلوب ان هو ما يدفعش، بس مطلوب ان هو يتعمم الموضوع على كل المصريين يعني. ما هو كده دي يعني حاله بتبقى تعمم يعني، طالما تمت حاله بيبقى هتعمم بعد كده يعني. طيب مشكله المواطن علاء عبد الهادي عبد العليم من جده ايه اللي تم فيها؟ لا ايه بقى المشكله في القانون؟ مواطن محتجز بسجن رابغ التابع لجده لوجود حق خاص عليه لكفيله السعودي، وقد يعني بذلت القنصليه مساعي الدفع وتم الافراج عنه. يعني افرج عنه والدفع جزء الصندوق الجاليه ساهم فيه، وجزء ناس ساهمت فيه، وتم دفع المبالغ دي وتم الافراج عنه. طيب مشكله الطبيب حافظ عبد الفتاح ابراهيم اللي كان محتجز بقسم الشرطه اللي كان محتجز بقسم الشرطه عشان الخناق، وكانت وقت انا على قد ما بفتكر بقى، ما هو حصل ضرب يعني اتخانق مع برضه رجل امن سعودي وحصل ما بينهم اشتباكات وتعدي من هنا الى هنا، والحمد لله برضو احنا قدرنا يحصل تنازل من الجانبين وتم الافراج عنه. ما هو الانفعال ساعات يعني الانسان بينسى ان هو مش في بلده، فالانفعال بيبقى يعني اكيد. بص هقول لحضرتك على حاجه، ما هو لو ما فيش مشاكل يبقى احنا نقفل. انما احنا لا يعني كويس، بس يعني اللي حصل معاه كان زياده، يعني هو انفعل وممكن يكون اخطا وممكن يكون تجاوز مع الرجل الشرطه، عشان كده تم التنازل، ولكن كان عقاب شديد عشان كده تم التنازل. لا يعني ما العقاب بقى كان انه هياخد سجن. يعني كانت هتبقى محكمه وقضيه وتعدي على رجل امن سعودي، فالعقوبه بتاعتها السجن. احنا الحمد لله برضو بتدخل زمايلنا وبفضل ربنا قبل اي حاجه طبعا، تدخل زمايلنا هناك تم انهاء الموضوع وحفظ تماما. طيب كان في بعض المواطنين محتجزين بسجن حقل تبوك على ذمه الحبوب المخدره. ايوه، واحنا كنا تناقشنا فيها مع القنصل العام بجده، وعاوزين بقى اللي تم بقى فيها من حضرتك، لان عرفنا ان في انجاز تم. والله بتوع تبوك الحمد لله قدرنا نفرج عنهم كلهم. كل اللي كان هو بالذات بياخدوا الترامادول، انا ما اعرفش ايه حكايه الترامادول ده اصلا، انما هم بياخدوا الترامادول. اعتقد بقى بعضهم طبعا انا ما اقدرش اتهمهم كلهم بان هم بياخدوه بيتاجروا فيه. البعض فعلا بيبقى محتاج له الالام، لان زي ما بفهم هو مخفف للالام يعني. بس احنا اصدرنا كذا مره من ارشادات السفر، واحنا نوهنا في برنامجنا قلنا يا جماعه ما حدش ياخد الترامادول، شوفوا لكم حاجه ثانيه يعني، مش لازم ده بالذات. فاحنا الحمد لله تمكنا من الافراج عن الناس اللي موجوده في تبوك برضه بمساعي بعثتنا هناك. في بعض الحالات التانية اللي لسه مقدمة للتحقيق، واحنا بنسعى فيها انها تطلع ان شاء الله بدون عقوبات. طيب احنا معانا مشاكل كتيرة جدا، حضرتك برضو يعني هنديك هذه الاوراق اوكي، بحيث ان احنا برضو نتوصل لحلول. يعني بس هقول اسامي المواطنين بعد اذن حضرتك. المواطن عبد الحميد كمال محمد احمد، المواطن عمرو محمد صبحي، وايضا في مشكله، بس انا المشكله طويله قوي، كانت يعني خاصه بعدد كبير يعني
هنعرضها برضه على سيادة السفير كل هذه المشاكل المتبقية معانا، بس هو يعني الردود هتبقى مباشرة معاكم إن شاء الله. أنا بس يعني لو تسمحي بدقيقتين في آخر قبل ما نخلص، أنا عارف اصل كان في سؤال مهم قوي بقى يهم كل المصريين في الخارج، بس حضرتك اتفضل دقيقتين. لا اتفضل دقيقتين الأول والله. لا أنا بس كل اللي أنا عاوزه إنه يعني المصريين في الخارج يتواصلوا معانا على قد ما يقدروا، سواء للمشاكل او للمقترحات او للافكار او لاي حاجه. انا مش عاوز يعني احسسهم او يحسوا ان هم بعيد عنا، لا بعيد عنا جوه هنا ولا بعيد عنا في السفارات. يتواصلوا اكتر عشان نحل اكتر، عشان نبقى على درايه وعلى علم باللي بيحصل. يمكن احنا شايفين اجتماعات خاصه بمستثمرين من كل الجهات، من مصريين في الخارج ومصريين داعمين للاقتصاد المصري، وكان في مقابله خاصه بمشروع القمح مع وزير الخارجيه كنا اعلنها عنها. ايه اللي تم في هذه المقابله؟ المقابله مع السيد الوزير؟ ايوه. السيد الوزير سمع طبعا من الوفد اللي جه وطلب منهم انهم يتقدموا بس بمقترحات او بوجهة نظرهم ايه اللي ممكن تقدمه الخارجية عشان يتم دراسة المقترح بتاعتهم ورد عليهم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني ما فيش لغاية دلوقتي وعد بتبني السفارات والقنصليات حملة التسويق لهذا المشروع؟ عشان بعض الجرايد تناولت الخبر بهذا المنوال. يعني انا هقول لحضرتك على حاجة، احنا يهمنا جدا اي مشروع ينجح واي مشروع يساعد مصر والمصريين، وعلى قد ما يهمنا هذا النجاح يهمنا كمان انه اما نتحدث عن موضوع او عن مشروع ان احنا نبقى عارفين حاطين رجلينا فين. هو الموضوع بسيط جدا، في شركة والشركة تم تسجيلها وفي مشروع. النهارده في جهات تانية اللي هتقول لنا والله هل تم تخصيص ارض؟ اذا كان هناك قرار بتخصيص الارض دي تبقى حاجه كويسه جدا. هل هناك اكتتاب، والاكتتاب ده هتكون بيه الدوله ولا هتكون بيه الشركه؟ واحنا هنتابع معاها كل الاوراق يعني الرسميه. اما الصوره تكتمل تماما قدامنا من الاجهزه المعنيه في الدوله، يعني يسعدنا ان احنا نشجع اي مشروع. بس اما تكتمل الصوره وتتضح من جميع اجهزه الدوله وتقول والله هذا المشروع مشروع جيد وكويس وجو اون، احنا ساعتها الى حين ان يتم هذا ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك هتبقى حاضر بكره الجلسه الافتتاحيه بتاعت مجلس الشعب؟ والله لم ادع. لا انما اتمنى. بس اعتقد ان انت هتبقى في القريب العاجل بتناقش هيئه رعايه المصريين في الخارج، واعتقد ان هي من ضمن الاولويات طبعا لهذا المجلس. ان شاء الله. انا اعتقد ان ده موضوع هيريح كتير من المصريين، هيحل لنا احنا كموظفين في وزاره الخارجيه مشكله كبيره جدا، لان احنا مشكلتنا الكبيره انه ما فيش مخصص في الميزانيه بند لبعض الامور. هذا المشروع بيعمل صندوق عشان يبقى فيه فلوس، وهيبقى له مجلس اداره وامين صندوق الى ما خلافه، عشان هذه الفلوس تحل بعض المشاكل اللي مش موجوده ميزانيتها عند السفارات. سياده السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجيه لشؤون المصريين في الخارج والهجره، احنا بنشكر حضرتك جدا على تواجدك الدائم معنا. هناخد فاصل الآن. يعني كل السفارات والقنصليات بتحتفل، ولكن أيضا الجانب الأهلي بيحتفل يعني بطريقة مختلفة. في يعني كل بلدان العالم دعت ليوم 21 للاحتفال بثورة، كان الأمس يعني دعت للاحتفال بثورة 25 يناير وتأييد الثورة والاستمرار في الثورة. هنشوف فاصل من باريس وبعد كده هنستقبل فقرة أخرى من وصال.
كل مصري متواجد في الخارج مرحب بيه، يعني زي ما نقول بكافة الوسائل، والترحيب يعني فوق الراس من فوق داخل وصال. الدكتور مراد مبروك كان تحدث إلينا في الحلقة الماضية من وصال، وكان آخر مكالمة وخد وقت قصير جدا لأن طبعا كان ضيق الوقت، فإحنا دعيناه لوصال وهو نزل لنا مخصوص من جدة. الدكتور مراد مبروك رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس العاملين بجدة والمنطقة الغربية، بنرحب بحضرتك. وأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز، طبعا أستاذ النقد الأدبي، بنرحب بحضرتك وكتر ألف خيرك ان انت يعني جيت وتعبت نفسك ونزلت لنا مخصوص. لا، انا اولا يعني اعبر عن خالص شكري وتقديري لهذا البرنامج، وهذه ليست مجامله، ربما لكونه ان البرنامج الوحيد على مستوى الاعلام المصري المستقل والخاص الذي يعنى بشؤون المصريين في الخارج، واقولها كلمه صادقه تعبر عن نبض كل مصري في الخارج. ما لم تنجح الدوله في جذب أبنائها المصريين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 8 ملايين مصري في الخارج ستخسر الشيء الكثير. أكيد. المصريون في مصر قادرون، خارج مصر قادرون على أن ينهضوا ببلدهم نهوضا لا تحتاج مصر دولارا واحدا من الشرق أو الغرب، ولا من صندوق النقد الدولي، ولا من الصندوق النقد. طيب بداية نتعرف على المشروع التعليمي المتكامل اللي حضرتك كنت يعني بتتحدث عنه من خلال مكالمة حضرتك. هو اسمحي لي قبل أن يكون اللقاء خاص عن مشروع خاص، يعني اسمحي لي أن أنا أتكلم عن الأطروحة العامة، لأن أنا همي مصر وهمي في الوقت نفسه الزملاء. ما هو المشروع ده مش لمصر؟ لمصر طبعا، لمصر وقائم عليها الزملاء المصريين. والتعليم من الأشياء الأساسية جدا. حتى لا أخصص لمشروع بعينه، ولكن أنا مهموم بأمر أساسي شأن كل المصريين في الخارج والزملاء في الخارج أيضا، سواء كان أعضاء تدريس أو غير أعضاء تدريس، في تنمية بلدهم. أولا المشروع الذي طرح كان يعنى في المقام الأول بإقامة مؤسسة تعليمية. هذه المؤسسة التعليمية يقوم عليها عدد غير قليل من الأساتذة المصريين، سواء كان المصريين العاملين في الخارج أو في الداخل أيضا، وبالتالي كانت هناك يعني نهضة. ربما لا أدخل في التفاصيل لأن المشروع مر عليه 3 أعوام ونحن كنا نسعى، وكلما اقترب المشروع من التحقيق كنا نجد يعني مشاكل عويصة. يعني المشروع بقى له 3 سنين ده مشروع بدأ من 4 سنوات. أنا اللي أنا فاهماه من الورق اللي قدامي إن هو تم عرضه على وزارة التعليم العالي ووزارة الإسكان. بدأ من 4 سنوات وخضنا مراحل طويلة، يعني سواء مع بعض المحافظين الذين كان سيقوم هذا المشروع على أرضهم، محافظة أسيوط، محافظة أسيوط أيضا، وطرقنا الأمر أيضا في محافظة المنيا، وأيضا طرقنا الأمر مع وزارة الإسكان. الحقيقة كان هناك بعض المحافظين والمسؤولين المتعاونين، لكن أحيانا كان عندما يحول المشروع أيضا إلى بعض اللجان النوعية وغيرها كنا نجد عراقيل لا أول لها، فكنا نطفش من داخل مصر إلى خارجها ونصنع. يعني ردت عليك إيه مثلا محافظة أسيوط؟ يعني أنا عارفة أن محافظة أسيوط بتدعم كل المشروعات التعليمية. هو كلمة حق تقال، وربما الرجل المحافظ لأسيوط لا يعرفني، إلا أنني التقيت به مرة واحدة يعني منذ حوالي 4 أشهر تقريبا. هو رجل متعاون، هذه حقيقة، لكن أحيانا قد يكون هو ليس مالكا للقرار، وقد تكون جهة أخرى مالكة للقرار. وبالفعل تم مخاطبة بعض الجهات الأخرى يعني كوزارة الإسكان، وتلقينا أيضا يعني بعض الوعود الإيجابية في هذا الأمر. أصل وزارة الإسكان المشكلة عندها أرض فقط. نحن العقبة التي واجهتنا منذ 4 أعوام حتى هذه اللحظة كيفية الحصول على أرض حتى يقام عليها المشروع. لكن أستأذنك يعني حتى لا نأخذ كل الوقت في طبيعة المشروع، فأنا أريد أن أتحدث في قضية هي تهم كل المصريين. كيف تضع مصر آلية لجذب أبنائها المصريين بمشروعاتهم ورؤوس أموالهم؟ نحن منذ 3 أسابيع فقط أطلقنا دعوة لحملة $1 مليار، تحويل $1 مليار إلى مصر، ونجحت نجاحا منقطع النظير من المصريين العاملين
في العالم ككل وبالتحديد في المملكة العربية السعودية. نجحت ازاي يا فندم؟ احنا لسه بنجمع في المليار. لا هو ليس، لا هي ليست تبرعات انما هي تحويلات. تحويلات يا فندم. حتى التحويلات يعني التحويلات بتتم بشكل تلقائي ومعظمها بيجي من الخليج، لكن دول المهجر لا هناك بعض فئات من الناس احيانا تدخر بعض اموالها هناك نتيجة بالفعل. ربما بعض القلاقل، عدم الاستقرار الى اخره، فكنا ندفع هؤلاء الناس حتى الذين كانوا يأتون بمدخراتهم ربما سائلة، كنا ندفعهم أيضا إلى أن يتم التحويل بالطرق واحنا أيدنا هذه الحملة. بس اسمح لي، معانا تليفون من الكويت، الأستاذ مصطفى السلماوي صحفي بالكويت، بنرحب بحضرتك. ومن ألو يعني أستاذ مصطفى يعني كان معانا على التليفون، ولكن الكنترول بيقول لي إن هو قطع الاتصال. يا ريت يعود الاتصال بينا مرة أخرى، بس فاضل دقيقتين، فيا رب يلحقنا يا رب يعني. يعني فيما يختص بقى بحملات لدعم وتنمية مصر من قبل المصريين في الخارج، حضرتك كان ليك أفكار محددة. تمام، اتفضل. الفكرة الأولى إن رقم واحد أتمنى من الدولة إنها تنجز قصة السندات حتى يشعر المصري بالفعل أنه يستطيع أن يساهم يعني في بلده. أو قصة التبرعات أيضا طرحناها، لكن لا نريد أن نقيم مصر على تبرعات حتى لو كانت من أبنائها. نحن نريد لأبناء مصر أن يبنوا مصر، وأن يبنوها بعرقهم ومدخراتهم وأموالهم، يأتون إلى أرضهم لتنمية بلدهم. توضيح لموضوع التبرعات، لأن فيه هجوم كثير جدا من قبل حتى المصريين في الخارج، يقولوا إن دي شحاتة ومصر عمرها ما هتشحت. لكن إحنا كنا بنتكلم على التبرعات، وهي توفير ما يحتاجه الاقتصاد المصري حاليا، بحيث ان احنا نستغنى عن صندوق النقد الدولي. يا فندم المسألة بسيطة جدا. هناك مشروعات عديدة في مصر، مشروعات صناعية ومشروعات زراعية ومشروعات تعليمية. تطرح هذه المشروعات، للأسف الشديد المصريون في الخارج عندما تعلن عن هذه المشروعات هم خارج بلدهم لا يعلمون عنها شيئا، وعندما يعلمون عنها شيئا تكون المواعيد قد انتهت. ففي الوقت نفسه يعني مثلا بالنسبة للمدن الصناعية التي تنشئ بعض المصانع وتقوم بتنزيل إعلانات لمصانع موجودة، أو مثلا بالنسبة للأراضي الزراعية المطروحة، أو بالنسبة للمشروعات التعليمية. ونحن كأعضاء التدريس نستطيع أن ننهض بالمشروعات التعليمية في مصر خير قيام. كل أبناء مصر يعني هي بتطالب بإعلان عن المشروعات القومية سواء الصناعية منها أو التعليمية أو الزراعية في السفارات والقنصليات. عفوا يا فندم، أن يخصص منها جزء للمصريين العاملين في الخارج. وهم لا يريدون في الوقت نفسه أن يأخذوا منح من الدولة. لا نريد منح، نحن نريد أن نعطي الدولة حقها، ونريد أن نساعد الدولة، ونريد أن نبني دولتنا بعرقنا، وجهدنا الذي نبذله خارج مصر نريد أن نزرعه أيضا داخل مصر. هذه حقيقة. أما قصة التبرعات وغير التبرعات، لا، مصر هي أكبر من أن يتبرع لها، حتى لو كان مصر لا يبنيها إلا أبنائها، ولا بد أن تبنى بناء حقيقيا إن شاء الله. وإحنا طبعا يعني إيدنا في إيد حضرتك في كل المشروعات وفي كل الأفكار، وهنتواصل دائما. شرفتنا الدكتور يعني بس يا فندم، أيضا حملني الزملاء المصريون في الخارج. نحن نريد يعني أبناء مصر في الخارج يدعون إخوتهم لأبناء مصر في الداخل أن ننظر للمستقبل. من ينظر للأمام يستطيع أن يبني، من ينظر للخلف لن يتقدم مثقال ذرة. نريد بالفعل، وبمناسبة هذه المناسبة الأولى لمرور عام على ثورة 25 يناير، نريد إذا كنا قد بدأنا ثورة فلا بد أن نبدأ ثورة البناء الحقيقي. البناء الحقيقي مصر لن يبنيها إلا أبناؤها، ولن يبنيها المؤسسات الدولية ولا القروض ولا غيرها، لن يبنيها إلا أبنائها. لو تم تكاتف الداخل والخارج بالفعل سوف تبنى مصر. دكتور مراد مبروك، يعني انا بشكر حضرتك على الحماسه الجميله دي، وبتمنى ان هي تبقى موجوده. هي واقع. لا يعني هي واقع ملموس يعني، بس حماسه شخصيه كمان في كلام حضرتك، وانا بتمنى ان هي تبقى موجوده لدى كل المصريين في الداخل وفي الخارج. وبشكر حضرتك جدا، وتحياتنا طبعا لكل طبعا يعني العاملين، وايضا هيئه التدريس الخاصه طبعا بالعاملين بجده والمنطقه الغربيه. بشكر حضرتك جدا على تعبك معانا، وبتمنى ان احنا فعلا نحط ايدينا في ايدين بعض. الاربعاء القادم حلقه خاصه من وصال، احتفالا بمرور سنه على ثورتنا 25 يناير. بنتمنى ان هي تكون حلقه مليانه خير لبلدنا،
مش هقول اكتر من كده. وشعارنا دائما ارفع راسك فوق، انت مصري. قناة صوت الشعب، عين الشعب على البرلمان. متابعة حية لتفاصيل الجلسات